شباب، عايز اقول لكم على مصيبه بتحصل اليومين دول. بعد اذنك ما تحاولش انك تستخدم اي شاحن بتاع حد وخلاص. انا قاعد في محلي وده تليفوني ايه 55 اهو. التليفون ده تمنه حوالي 25,000 جنيه دلوقتي. جاني عميل قال لي معلش انا الشاحن بتاعي شاكك ان السوكت بايظ او معرفش الشاحن اللي بايظ، فممكن تجرب لي الشاحن عندك. فانا جربت له الشاحن على تليفوني ضرب اي سي شحن، قطع زي ما انتم شايفين. ودي قطعة الاي سي اهي اللي بتسخن تولع نار، لان انا بحطه على الشاحن دلوقتي. القطعة دي تسخن جامد جدا، ويا دوبك يجيب علامة الشحن وسامسونج وبعد كده يروح فاصل معاه. فطبعا انا هطلع دلوقتي عشان اغير القطعة دي. التنبيه ان مفيش اي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا تجرب شحن مش شحنك. خليك على شحنك، لان العدد دي كلها دلوقتي بقى بتضرب معاك اي سي شحن. طلع ان الجهاز بتاعه هو كمان ضرب اي سي شحن من الشاحن. فبعد اذنكم ما تجربوش شواحن وخلاص، او تروح لاي حد تقول له حط ده على الشاحن عندك شويه. انتبه لان دي كارثه. انا قاعد في حالي يا جماعه، شايفين قاعد في حالي صدقوني اهو. جهاز زي ده اتحرق في ثانيه بسبب اني جربت بحسن نيه مش اكتر. فمع ان انا راجل بتاع تليفونات وتقني في شغلتي وكل حاجه وفاهم انا بعمل ايه، بس انا خدتها بحسن نيه وما توقعتش ان ممكن يضرب معايا اي سي شحن. فانتبهوا، انا بنبه محدش يستخدم شواحن مختلفه في اي حته. بعد اذنك شحنك بس هو اللي تشحن بيه تليفونك. بس يا رب اكون افدتكم حبايبي، ان شاء الله غير له اي سي شحن واشتغل.